تصاعد العنف في الفاشر شمال دارفور فاتورة يدفع ثمنها المدنيون. تحذير متجدد نبهت إليه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس وايريمو انديريتو. وايرمو أكدت أن التقارير التي اطلعت عليها أفادت أن الأطراف المتحاربة تواصل ارتكاب هجمات متعمدة، من بينها الهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية مثل المرافق الطبية ومخيمات النازحين. وأشارت إلى أن نحو 130 ألف شخص نزحوا بسبب القتال في الفاشر بين الأول من أبريل وال31 من مايو، مؤكدة أن المدينة محاصرة وتواجه قيودا شديدة على الوصول إلى المساعدات والخدمات الأساسية. وحذرت من تنامي خطر المجاعة في أجزاء كثيرة من الفاشر المتزامن مع المجاعة بشكل عام في البلاد، والتي حذرت منها الأمم المتحدة. سيكون هناك ما يصل إلى 5 ملايين سوداني معرضين لخطر المجاعة عندما يأتي التقرير التالي، والذي سيكون في الأسابيع المقبلة. المستشارة الأممية أليس وايرمو نبهت إلى أن عوامل الخطر والمؤشرات المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ذات الصلة موجودة، وأن المخاطر آخذة في الازدياد. كما عبرت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجمات ذات دوافع عرقية ضد المجتمعات غير العربية في الفاشر والمناطق المحيطة بها، وهجمات انتقامية تستهدف المدنيين العرب في المنطقة أيضا. ومنذ 10 من مايو الماضي تشهد الفاشر اشتباكات متكررة تسببت في مقتل العشرات ونزوح الآلاف، وذلك رغم تحذيرات دولية من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية.